في ظل ما تشهده المنطقة من عنف وتفجيرات انتحارية، ارتبط تنفيذ هذه العمليات بتعاطي المخدرات، ومؤخرا ظهر على السطح مخدر الشابو أو الكريستال ميث، وهو المخدر الذي يدمنه متعاطيه من المرة الأولى أو الثانية، وتسيطر عليه حالة من الهلوسة السمعية والبصرية، فيشاهد تخيلات لا وجود لها. ومن أعراض تعاطي مخدر الشابو العصبية الزائدة، وحالة هستيرية سلوكية وعدوانية شديدة قد تدفعه لقتل أحد المقربين له أو قتل نفسه. مخدر الشابو يعتبر من أخطر أنواع المخدرات نظرا لصعوبة العلاج من إدمانه، ويؤدي حتما إلى موت متعاطيه. يذكر أنه بحسب ما تنقلته الأنباء فإنه تم العثور على هذه المادة في أشلاء مفجر مسجد الإمام الصادق في الكويت يوم الجمعة قبل الماضي بعد تحليلها. كما أن المطلوب يوسف الغامدي الذي أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن مقتله في الطائف بعد محاصرة منزله لساعات كان مدانا ب3 قضايا مخدرات.